المنتخب المغربي عازم باش يقدم مستوى عالي في المونديال الشيلي بعد غياب لمدة 20 عام. غادي نشوفوا المنتخب المغربي في هذه المنافسة بعد تأهل كوصيف كأس إفريقيا اللي تنظم في المغرب، اللي خسر ضد جنوب إفريقيا، اللي غادي يعيش تحدي صعب بقيادة محمد وهبي في مجموعة عرفت تواجد كل من إسبانيا والبرازيل والمكسيك. والمباراة الأولى للمنتخب المغربي غادي تكون ضد المنتخب الإسباني اللي كيمتلك عناصر موهوبة. المنتخب الإسباني أشنو هما نقاط القوة والضعف اللي كيمتلك، وشكون هما أبرز الأسماء؟ وما تنساش دير معك متابعة. نبداو على بركة الله. المنتخب المغربي وصل مدينة سانتياغو عاصمة الشيلي يوم الأحد باش يلعب نهائيات كأس العالم لأقل من 20 سنة ما بين 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر. في نفس النهار المنتخب المغربي خدا حصة تدريبية خفيفة ركز فيها محمد وهبي على إزالة العياء وبعض التمارين البسيطة باش يدخل في هذه الأجواء. وفي النهار الثاني وهبي والطاقم الفني ركزوا مزيان على الجانب التكتيكي والتقني في إطار استعداد لمواجهة المنتخب الإسباني. مهم، المنتخب كيوجد مزيان لأول مباراة، واللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي عليهم ومنسجمين، وسبق ليهم لعبوا مع بعضياتهم ولعبوا بعض المباريات الوديه من قبل. وندوزوا للمنتخب الاسباني اللي بعد غياب مده 12 عام عن منافسه كاس العالم وكيطمح يمشوا لابعد نقطه بقياده المدرب كلارادو، اللي قدر يجمع مجموعه من اللاعبين اللي كيمتلكوا موهبه كبيره ومهارات عاليه. المدرب ما عندوش خطه واحده كيعتمد عليها في جميع المباريات، والملاحظ انه كيعتمد على خطتين اللي كيدخل بهم في اغلب الاوقات: خطه 4-3-3 او خطه 4-2-3-1. نقاط ضعف هذا المنتخب هو خط الدفاع، هو اضعف خط للمدرب كلارادو. في هذه النقطة اللي غادي يكون لاحظها محمد وهبي والطاقم ديالو، واشتغلوا عليها على سرعة اللاعبين اللي عندنا، خصوصا اللاعب عثمان معاعة والحموني اللي رجع للمنتخب الوطني بعد غياب مدة طويلة. أما بخصوص نقاط قوة المنتخب الإسباني هو خط الهجوم، كيمتلكوا فرديات بجودة كبيرة ومهارات عالية، أبرزهم بابلو غارسيا كيلعب في الدوري الإسباني ومع ريال بيتيس، وكيمتلك بزاف ديال اللاعبين بجودة عالية. وغادي تكون مباراة ممتعة بين الطرفين، والتشكيله المتوقعه اللي غادي يعتمد عليها محمد وهبي وبنسبه كبيره هي اللي غادي تكون 4-2-3-1. في حراسه المرمى اكيد يانس بن شاوش، وفي قطبي الدفاع تواجد كل من اسماعيل باعوف واسماعيل بخسي. وفي الظهير ايمن غادي تكون منافسه بين حمزه كوطون وعلي معمر، لكن كنتوقع علي معمر هو اللي غادي يكون الاساسي. وفي الظهير الايسر فؤاد الزهواني لاعب اتحاد توارقه. ونمشيو لخط الوسط، كل من حسام الصادق وياسر الخليفي، وكصانع العاب سعد الحداد. اما في خط الهجوم غادي يكون عثمان معاعه على اليمين ومحمد الحموني على اليسار، وكمهاجم او راس حربه ياسر الزبيع. اذا هذه هي التشكيله المتوقعه اللي كنتمناو انها تحقق نتيجه ايجابيه. حقيقه المباراه غادي تكون صعيبه ضد المنتخب الاسباني، وان شاء الله المنتخب المغربي غادي يكون مزيان في هذه المقابله ويحقق نتيجه مزيانه تخول ليهم المنافسه على بطاقه العبور. المباراة غادي تكون نهار الأحد مع 8 بتوقيت المغرب. وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو، وما تنساش تعطيك التوقع ديال المباراة وتشارك معنا في القناة، وشكرا.